السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي، الأخبار عاملين إيه؟ إن شاء الله تعالى النهاردة هنراجع الدرس الثاني من هندسة المبنى، 6 فيديوهات 6 دروس وهنخلص المنهج. تمام؟ أول حاجة النهاردة عندي الدرس الثاني ده بيتكلم عن التوازي. يعني إيه توازي؟ أنا عندي مستقيم وازن مستقيم ثاني. هو مستقيم وازن مستقيم، مستقيم وازي مستقيم، كده اسمه التوازي. طب أول سؤال بيقول لي إيه؟ بيقول لي المستقيمات المتقاطعان والمتعامدان. نوقف عند متقاطعان الأول. أنا عندي مستقيم قطعه مستقيم. ده مستقيم وقطعه مستقيم. المتعامدان أهل عمودي. ينتج من تقاطعهم كم زاوية عمودية؟ أهو 1 2 3 4. يبقى كده كم زاوية عمودية؟ 4 زوايا، 4 قوائم. كم زاوية قائمة؟ 4 زوايا قائمة. المستقيمان هم مستقيمان لا يتقاطعان أبدا. بص التوازي هنمد كده إيه اللي هيخليهم يتقاطعوا؟ يبقى مين المستقيمان الذي لا يتقاطعان أبدا؟ المستقيمان المتوازيان. نقول له إيه؟ المتوازيان. إذا قطع مستقيمين متوازيان، مش يا جماعة مش بكتب كده من نفسي أو مش بحل من أول لآخر حفظ. أنا لازم أفهم هي الهندسة فهم. مستقيم قطع مستقيمين متوازيان. لحظة، إن مستقيمين إيه؟ متوازيين. تعالي كده أهو. أنا عندي مستقيم ومستقيم، مالهم متوازيين. في مستقيم تالت قطعهم. يقول لي أنا هرسم كده. واحد شاطر يقول لي أنا مستقيمين متقاطعين بس شكرا. واحد تالت قطعهم من ناحية. إيه الفرق؟ الاثنين واحد والله، الاثنين هيوديهم نفس النتيجة. يبقى لو قطع مستقيمين متوازيين، أنا مستقيمين متوازيين، فإن كل زاويتين داخلتين وفي جهة واحدة من القطع. مش عارف يعني ده. بص كده هنحوزها. عارف الحرف ده اسمه حرف ايه؟ حرف اليو. أحد داخلتين، بس الشرط إن يكون مستقيمين متوازيين. هذه الزاوية دي والزاوية دي، حرف اليو. زاويتين داخلتين من اسمه، يعني داخلتين من جوه، وفي جهة واحدة من القطع، في نفس الجهة مع بعض، تكونان ايه؟ متكاملتان. ليه متكاملتان يعني الاثنين دول مجموعهم 180. إذا قطع مستقيمين متوازيين فإن كل زاويتين داخلتين. واحد يقول لي طب ينفع من بره؟ لا، قال لك داخلتين وفي جهة واحدة من القطع، يبقى ده على حرف ايه؟ على حرف اليو. طب ينفع من مش ده مستقيم ده يوازي المستقيم ده؟ أيوه. لو جينا هنا مثلا نفرض ان ده اف وده اف، مجموع الاثنين يدونا كام؟ 180. اذا قطع مستقيمين متوازيين فان كل زاويتين، برضه لسه زي ما احنا مستقيم قطع مستقيمين جبت مستقيمين وفي مستقيم قطعهم، برضه جبت اهو وجيت في مستقيم قطعهم. كل زاويتين متبادلتين داخليا او خارجيا. لحظه، احنا لسه قايلين في داخلتين وفي جهه واحده من القطع. داخلتين ده حرف اليو، حرف اليو. طب يلا لو متبادلتين حرف الزد، اعملها ازاي؟ اهو، مش ده حرف الزد؟ لو هنا مثلا اف يبقى دي اف زي، يعني دي دي اسمه تداخل. طب لو دي اكس يبقى من بره خارجي. ده حرف الزد يا اما خارجي او داخلي، يعني بالخارج الزاويتين من الخارج متساويتين في القياس، والزاويتين من الداخل برضه متساويتين في القياس. مش فاهم يا سيدي؟ بيقول لك ان المستقيم ده بيوازي المستقيم ده، وانا عندي هنا حرف زائد، بيقول لي دي ب 50 درجه، راح اقول برضه يبقى دي ب 50. طب لحظه، قال لي دي 130، اقول له يبقى من بره ب 130. ليه؟ لان طالما المستقيمين متوازيين يبقى حرف المتبادلتين حرف الزد، يبقى الزاويتين مالهم متساويتين في القياس بالتبادل. كل زاويتين متبادلتين داخليا او خارجيا تكونان متساويتان في القياس. اذا قطع مستقيم، يا نهار ابيض يا نهار ابيض على المستقيم النهارده بيقطع. هم كم وحده بس؟ هم 3. حرف اليو، حرف الزد، حرف الاف. يو داخلتين محشورين في اليو من جوه، داخلتين ولسه جايين داخلتين. انا عندي اهو مستقيمين متوازيين، واحد قطع، ده اسمه حرف ايه؟ حرف اليو. يلا كده حرف اليو هو مقلوب.
يعني مش ممكن يجيب لي مستقيم وادي فيه مستقيم قطعهم، مش هيديك حرف اليو كده؟ مو انت وذكائك. طيب قطع مستقيم مستقيمين حرف اليو لو داخلتين في جهه واحده من القاطع دول مالهم مجموعهم 180 يعني متكاملتين. لا لو عمل لي حرف الزد يعني حرف الزد اهو، بس اهم حاجه اتفقنا ان المستقيمين يكونون متوازيين، مالهم مستقيمين متوازيين. حرف الزد كل زاويتين داخلتين متساويتين في القياس. لا انا ماخذ نظريه ثانيه، كل زاويتين خارجتين متساويين في القياس، هي على فكره من خارجهم اف يساوي هنا مين؟ اف. كل زاويتين خارجتين برضه متساويين في القياس. قطعهم مستقيم قطع مستقيمين متوازيين فبالتبادل لو قدامي حرف الزد تبادل. فهم حرف الزد تبادل، متبادلتين يبقوا متساويتين في القياس. من هنا الحاله الثالثه اذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فان كل زاويتين متناظرتين تكونان. لحظه هنا عند التناظر اخذنا حرف اليو حرف الزد قطع مستقيم مستقيمين. اثبت على المستقيمين متوازيين نفس المستقيم قطعهم مستقيم اهم مستقيمين اللي قطعهم فإن كل زاويتين متناظرتين. تناظر يعني حرف الاف بالله كده قدامه حرف الاف زي الزد على فكره. هنا تساوي لي هنا طالما دي من تحت تبقى تحت زي متساويين، يعني دي ب50 تبقى دي بكام؟ دي ب50. طب وهنا لو دي اف يبقى اللي فوق منها اف زي، يعني كل زاويتين متناظرتين متساويتان في القياس. إذا قطع مستقيمين ووجدت زاويتين داخلتين، لحظة برضه مستقيمين بس ما قاليش مستقيمين متوازيين، بس الموضوع ده كويس. وادي المستقيم اللي قطعها وجدت زاويتين داخلتين. ايه داخلتين يا الله؟ اتفقنا حرف اليو اهو. مالهم متكاملتين، يعني ايه متكاملتين؟ مجموعهم 180. يبقى اكيد المستقيمين مالهم مستقيمين متوازيين. مالهم مستقيمين متوازيين. عكس النظريه يا جماعه. اذا قطع مستقيمين برضه زي ما انا اهو، وانا كل محاضره واحده هكتبها وانا لازم افهم. ما انت لو ما كتبتش مش هتفهم، انت كده بتحفظ. ما لازم تكتب كل ما بتقرا اي حاجه. اذا قطع مستقيمين قطع مستقيمين مش متوازيين، ما جابش اسمه مستقيمين. هذول المستقيمين وهالمستقيم اللي شغال يقطع. وجدت زاويتين يعني متبادلتين كل حرف الزد اتفق مني. لو متكاملتين بحرف اليو، لو متناظرتين حرف الاف، متبادلتين بحرف الزد. واحد شاطر يقول لي يا مس لحظه انا بيجي لي كده اهو. لحظه سوري. ايوه جاي كده اهو ماشي برضه. لو هنا وهنا يبقوا متساويين. كله بيأدي نفس الغرض. دلوقتي احنا نثبت على واحده بس. هذه مستقيمين قطعهم مستقيم. الزاويتين متبادلتين حرف ايه؟ حرف الزد. حرف الزد يا جماعه، ادي حرف الزد. داخلين من هنا اهو. او خارجين يبقى اهو بس اتفقنا. مالهم الاثنين متساويين متساويتان في القياس بالضبط. كان مستقيمين ما المستقيمين متوازيين. مستقيمان يبقى متوازيان، بمشي على نفس ما في الف يبقى مستقيمان متوازيان. لو مستقيمان يبقى متوازيان. طب لحظه خلص الدرس؟ لا ما خلصش، ده لازم احل عليه مسائل. هنا في مساله بتقول لك ايه؟ اوجد قيمه اكس. اوجد قيمه اكس. ركز اهم حاجه. ادي مستقيم وهذا مستقيم. وبعدين بعد التوازي شايفين؟ مستقيم وهذا مستقيم. طب مش ده حرفين، بصوا كده معايا.
مش اليو يا جماعة، حرف الاف. اتفقنا؟ اهو الزاوية اللي هنا تساوي الزاوية اللي هنا. طب يعني متساويين؟ ايوه متساويين بالتناظر. طالما مستقيمين مستقيمين متوازيين يبقى التساوي بين هنا بالتناظر. راح اقول له ايه؟ ما ادانيش اسماء للزوايا، جاب لي رسم كده. راح اقول له 110 تساوي اكس زائد 10 وبكتبها جنب بالتناظر. طب وخلاص لا، ما هو لو اداني اسماء المستقيمين كنت هكتب له المستقيم مثلا، ونفترض ان هو A B و C D، كنت هقول له ان A لأن A B يوازي C D، وهشرط يقول لي اكتبها الاول 2 1. بما ان A B يوازي C D يبقى اذا ايه؟ هنظبطها من الاول كده اهو. معايا سنة أولى؟ بما أن 3 نقط من تحت، نقطتين والثانية من تحت، بما أن على حرف الباء A B يوازي مش مستقيم، يوازي مين؟ يوازي C D. شكرا. يبقى إذا 3 نقط فوق بعض، الذال نقطة من فوق، إذا 110 تساوي X زائد 10 بالتناظر. خلصت؟ لا ما خلصتش. مين هدف اللي بدور عليه؟ اكس. اتفقنا بعد اكس ادوس يساوي، مين يساوي اللي يساوي؟ 110. طيب اللي افضل يشارك في الاكس هو موجب يروح سالب، سالب يروح موجب، على يروح في يروح على. يبقى الزائد هنا تجي ناقص 10 ومنها اكس بتساوي كام؟ بتساوي 100. تساوي 100. دي أول مسألة. طيب تاني مسألة عايز توجد قياس زاوية A. قياس زاوية A. نحاول تمام. توجد قياس زاوية A. نقول لي دي زاوية إكس، لحظة هي إكس لها كم زاوية؟ 2. المفروض إن هي دي المستقيمين متوازيين، احنا شايفاهم متوازيين. حلو. طب يا افضل ايه دي؟ نجد اهو، بص واحد شاطر. احنا لو عملنا كده اهو، احنا دايما هنحب نركز مع بعض، ان اتفقنا ان حرف الزد طالما المستقيمين متوازيين ما حرف الزد متساوي في القياس داخليا. طب او خارجي، بس احنا هنا داخليا مفيش خارجي. لا في فوق، طب ما الفوق مع اللي تحت، هو عاوز هنا، عاوز من جوه الداخليه، فانا لازم اجيب دي. مش اخدنا لسه قلت في الفيديو الاولاني، اول الفيديو انا هثبت الفيديو الاولاني هثبتيه ازاي؟ مش اخدنا ان الخط المستقيم او من الزاويه المستقيمه يساوي كام؟ 180. مش دي خط، مش ايه او خط مستقيم؟ ايوه دي ب 120، يبقى دي بكام؟ الخط المستقيم بكام؟ ب 180. واحده عملت 120 يبقى دي بكام؟ ب 60. جبتيها ازاي؟ اقول قياس وحاجه زاوية دي اكس اي، دي اكس اي بتساوي، لحظة، دي اكس اي لسه مش هي دي اكس في النص؟ طب هي رايحة كام ضلع؟ 2. الضلع دي والضلع ايه، واحد يقول اه هكتب اي اكس او، ماشي، أهم حاجة اكس تبقى في النص. بتساوي كام؟ 180 ناقص 120 هتديني 60 درجة. شكرا. ومنها قياس زاوية دي اكس اي تساوي قياس زاوية ايه؟ بايه؟ بالتبادل. ليه بالتبادل؟ عشان قلنا حرف ايه؟ حرف الزاوية، يعني ايه بكام؟ بتساوي ب قياس زاوية ايه بكام؟ ب 60 درجة بالتبادل. كده أول فيديو خلص. مخلصش لسه أول جزء، معلش. ركزت مستقيمين متوازيين، أنا عندي مستقيم ومستقيم، مستقيم قطعهم مستقيم. لو زاويتين داخلتين حرف اليو، أنا شاطر أنا عارف الكلام ده. لو زاويتين داخلتين حرف اليو. طب لو زاويتين متبادلتين
الزد لو زاويتين متناظرتين حرف الاف. ان شاء الله واضح؟ هنثبت الكلام ده بالبرهان دلوقتي، هنمسح ونكتب تاني. وما زلنا مكملين مراجعة الدرس الثاني سنة أولى إعدادي. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. وجد قيمة إكس في كل من الأشكال الآتية. إيه الكلام ده؟ ده عايز برهان؟ أيوه عايز برهان. عقدتنا البرهان، لا العقدة ولا حاجة. حرف ده زر. في توازي؟ في توازي، تمام؟ اتفقنا حرف الزد داخليا خارجيا بتساوي، لو زاويتين داخليا بتساوي، لو زاويتين خارجيا برضه بتساويين. هنا إكس، بص أهو. مش كده معانا؟ دي كام دي؟ دي ب50. يبقى من جوه برضه زي اكس بكام؟ ب50. نقول له اكس تساوي، او خلينا على الزاويه، دي زاويه ايه؟ ايه. قياس زاويه ايه تساوي قياس زاويه مين؟ قياس زاويه اس. ب بالتبادل. لازم اكتبها بعدين. اذا اكس تساوي كام؟ 50 درجه. المستقيمين دول متوازيين؟ ايوه المستقيمين دول مالهم؟ متوازيين. بيدور عليه برضه؟ بيدور على اكس. اكمل حرف مش حرف الاف؟ ده حرف الاف. يبقى من تحت تساوي معاها ايه؟ من تحت. طب ايه اسم الزاويه؟ اسم الزاويه اس. له الحل قياس زاوية اس تساوي، واحد يقول لي بس لازم اكتب التناظر، مش انا معاكم، او التوازي. ايه المستقيم ده اسمه؟ اس ار يوازي تي يو. تمام تمام كده؟ تمام. المستقيمين مالهم؟ متوازيين. ومنها قياس زاوية اس، قياس زاوية اس بتساوي قياس زاوية تي. لازم اكتب له ليه؟ مش حرف الاف يبقى تناظر بالتناظر. وبعدين يبقى اكس بتساوي كام؟ بتساوي 110. طب واحد شاطر يقول لي ما قاليش بالبرهان، اكتب اكس بس. والله انا من باب التدريب، يعني البرهان مكمل معانا ان شاء الله، فمن باب ان انا افهم بقى جبتها ازاي. فانت فهمت خلاص تمام، مش عايزين حاجه ثانيه. برضه هنا عندي مستقيمين متوازيين. اهو مستقيم دي سي يوازي بي اي، تمام؟ وبيدور على اكس. ده حرف ايه؟ ما خدينه في بدايه الحصه. حرف اليو. طب حرف اليو مالهم؟ زاويتين داخلتان بجهه واحده من القاطع، مالهم؟ متكاملتين. يعني ايه متكاملتين؟ يعني مجموعهم 180. نقول له دي سي او سي دي. سي دي يوازي اي بي. متوازيين؟ طيب طب طالما متوازيين يبقى اهو الصدور ده ايه لها كام زاويه؟ 2. يبقى احدد عاوزاهم ايه؟ قياس زاويه. اتفقنا الايه في النص. الضلع بتاعنا مين هو؟ اهو الضلع رايح لسي والضلع رايح لبي. بعد يقول لنا هكتب سي الاول، اكتب بي الاول، سي الاول تعجبك، بس المهم تبقى ايه في النص. يعني سي اي بي انا، سي اي بي انا واقف على النص واروح الضلع بتاعها. ادي رايح لسي وواحد رايح لايه؟ يبقى الزاويه دي مالها؟ زائد مين؟ زائد زاوية سي عادي، زائد قياس زاوية سي، بس لها ضلع واحد، زاوية واحدة. بتساوي كام؟ بتساوي 180. لأن زاويتان داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع. يبقى دلوقتي اكس بكام؟ اكس هتساوي 180 ناقص 60. اتفقنا مجموعهم ب 180. 180 ناقص 60 تديني اكس 120. تمام كده؟ اللهم صل على سيدنا محمد. تعالوا كده اوجد قيمة البرهان بالبرهان. اوجد قيمة بالبرهان. اوجد قيمة اكس بالبرهان. أنا عندي ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. أنا عندي هنا اهو سي متجمع حول نقطة. هنا كده بكام؟ هنا قائمة 90. طب هنا بكام؟ 120. أنا عاوز سي.
مجموعهم 180. طب انت عندك سي علشان تعرف تجيب 2 اكس، فلازم ادور الاول على سي علشان اعرف اجيب 2 اكس. سي هجيبها ازاي؟ هقول له مجموع الزوايا المتجمع حول نقطة، مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة بتساوي كام؟ بتساوي 360 أول أعداد. مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة كام؟ 360. طب أنا عاوز أزود هي سي كم فرع؟ 1 2 3 3 زوايا. لازم أحدد الضلع ده اللي أنا عاوز رايح لدي ورايح لدي، يبقى قياس زاوية. حط سي في النص أهي A C D. واحد يقول لي دي سي A، الاثنين صح. أهم حاجة أنا عندي سي في النص. قول له 360 ناقص كام؟ 120 زائد 90. لاحظ يا مس جبت ال 90 من وين؟ ال 90 يا سيدي هي القائمة. 120 و90 210. 360 ناقص 210 هتديني 150. يبقى قياس زاوية س كام؟ ب 150. ACD بتساوي 150 درجة. 2 اكس هجيبها ازاي؟ بما ان مش المستقيم ده يوازي المستقيم ده، ايوه سي دي يوازي اي بي. تمام حلوين، ايه حصل تمام. بما ان هنا اكس 2 اكس زائد سي بتساوي 180 واكتب له زاويتان داخلتان. لازم اكتبها داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع. وانا زي ما هو 2 اكس زائد سي بكام؟ 150 تساوي 180. طيب 180 ناقص 150 زائد روح ناقص اديني 30. يبقى 2 اكس تساوي 30. يبقى اكس بكام؟ الواحدة 2 ب 30، الواحدة بكام؟ 15. اكس تساوي كام؟ 15. مكملين. اوجد قيمة اكس. برضه هنا يا جماعة حط لي توازي ما ظهرتوش فيها. مش المستقيمين متوازيين؟ انا مش كاتب لي اسماء، انا هكتب لك اسماء. A B C D L O ونفترض G. احنا هنكتب اسماء المستقيمين المتوازيين بما ان 3 نقط من تحت AL معنى يوازي DC CD. طالما متوازيين يبقى الزاوية دي تساوي زاوية ب. بص حرف ايه؟ حرف الزد. حرف الزد تبادل. حرف الزد تبادل اهو. حرف ايه؟ حرف الزد. ماله حرف الزد يا مس؟ تبادل بس داخلين. بص لو من هنا وهنا يبقى داخلين بس من بره خارجين. هقول له 3 اكس زائد 40 تساوي كام؟ 2 اكس زائد 70 ب بالتبادل. عايزين التبادل خارجين ده هاي اللي كده. اكسات مع اكسات، الاكس مع الاكس او الاكسات مع اكسات والارقام مع الارقام. احنا كنا متفقين مثلا اولى اعدادي اكسات لمهم على اكسات. حط الارقام مع بعض. شوف الاكسات هت ايه؟ 3 اكس تنزل زي هي مكانها من جوا. دي اللي هتطلع دي موجبه تجي سالب. 2 اكس تساوي مين بعد يساوي سالب؟ ال 70. ال 40 هتطلع من بره يطلعها بسالب. 3 ناقص 2 بواحد. اكتب اكس بس مش بكتب الواحد. 70 ناقص 40 ب 30 ومنها قيمه اكس بكام؟ ب 30. وكده خلصنا. يقول اعدادي يقول لي لا يا مس ده في بعض المسائل، ما بعض المسائل بنخليها للمراجعه بتاعت الامتحان. احنا اهم حاجه نفهم الدرس الثاني بيتكلم على ايه وفهمناه اللي بيتكلم عليه على التوازي. فهمنا الدرس الاول كان على انواع الزوايا والعلاقات ما بينهم. الدرس الثاني عن التوازي وعن المستقيمات المتبادلات. طب اتمنى تكونوا فهمتوا سنه اولى اعدادي ان شاء الله تعالى، وان كان فهمت دوس لايك واعمل اشتراك. السلام عليكم.